السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصطفى ونزلنا لكم بفيديو جديد جامد جدا لمسلسل جديد في رمضان 2025. مسلسل جامد جدا، مسلسل رائع، مسلسل صعيدي جامد جدا لمصطفى شعبان. يا جدعان، الحلقة دي مخصوصة للمسلسل. مصطفى شعبان جاي في دور صعيدي وجاي فيها اثارات وفي حاجات وحوارات في يعني احنا شفنا الاعلان بتاعه. الاعلان جامد جدا، طبعا كله شاف الاعلان، وهم طبعا نزلوا الاعلان الشخصي بتاع مصطفى شعبان. يا ريت لو لسه اول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت كومنت حلو عشان انا اقدر اكمل طبعا معاك. وباذن الله داخلين على 23 الف مشترك اخ واخت، طبعا 23 الف اخ واخت فوق راسهم من فوق. ويا ريت اي حد عايز مني اي حاجة يا ريت يكتب لي في الكومنتات. طبعا انا كل ما بنزل فيديو الحمد لله 42 ألف مشترك واقفين معايا، وواقفين بيشاهدوا فيديو وبيعملوا لايك وكومنت. وبإذن الله كل واحد جدع بيدخل يدعمنا بلايك ولا اشتراك بصراحة يعني جامد. ياريت كل واحد يدعمنا بلايك واشتراك في القناة طبعا عشان يوصلك كل جديد وكل أجدادنا طبعا من الفيديوهات اللي بننزلها. طبعا ناس كتيرة في الكومنتات كتبت لي قالت لي يا ريت اللي انت تعمل حلقة عن مسلسل جديد بتاع مصطفى شعبان طبعا في الدور الصعيدي. فناس كتير عايزة تتوقع يعني ايه اللي هيحصل في المسلسل. انا اقول لك كام حاجة كده هتحصل. اول حاجة، طبعا مصطفى شعبان جاي دور صعيدي وجاي طبعا باشا البشوات. عشان بس تعرف الناس اللي بتتريق على الصعايدة دي، الناس دي يعني في ناس انا عن نفسي انا من سوهاج، انا صعيدي. طبعا في ناس بتتريق على الصعايدة وفي ناس من مصر عامة. بشوف ناس كتير على السوشيال ميديا بتتريق عن الصعايدة. طب اهو عنديكم الممثلين تما، منهم محمد رمضان وهو مصطفى شعبان وكذا ممثل بيعمل مسلسل للصعيد، وهو شغال في دور. يعني بصراحة مصطفى شعبان الدور اللي عامله طالع فيه جامد جدا جدا جدا. هو الفيديو ده هيطول شوية عشان فيه كلام كتير طبعا انا عايز اقوله في الفيديو ده. طبعا بإذن الله الفيديوهات اللي جاية هتيجي تحديات جامدة جدا، وهتيجي تحديات أكل وتحديات كل حاجة عامة. يعني كل حاجة في التحديات هتنزل بإذن الله عامة. فأنا كنت عايز أتكلم في نقطة. طبعا بإذن الله من يجي وهنزل لكم طبعا فيديوهات في الشوارع في رمضان بإذن الله. بإذن الله هنزل لكم فيديوهات كتيرة الفترة اللي جاية. بس أنا ما طلبش منك غير تشاهد الفيديو من أوله لآخره. أنا ما طلبش منك غير تشوف، لو أول مرة تشوفني على اليوتيوب ياريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة. وياريت كل واحد عايز يقول كلام ياريت يكتبها لي في الكومنتات طبعا عشان أعرف. بإذن الله هينزل تحديات جامدة الفترة اللي جاية. بس أنا ما طلبش منك غير تشاهد الفيديو من اوله لاخره. وطبعا يا ريت يعني زي ما انا قلت يا ريت اهم حاجه لايك في الفيديو ده عشان تشجعني اعمل فيديوهات باستمرار باذن الله. وانا عايز اشكر طبعا المتابعين اللي عندي 23 الف باذن الله. خلاص داخلين على 23 الف مشترك اخ واخت. طبعا الناس دي فوق راسي من فوق. ويا ريت يا ريت اي حد عايز مني اي حاجه يا ريت تكتب في الكومنتات يا جدعان. وباذن الله زي ما احنا وعدناكم طبعا قلنا منا نوصل 50 الف مشترك. وباذن الله منا نوصل ل50 الف مشترك باذن الله. باذن الله
هينزل جوائز للمتابعين. هنجي 10 متابعين من عندي وهياخدوا جوائز بإذن الله. بس ما انا ما ينفعش اللي انا اقول الجوائز اللي هياخدوها، بس من اوصل 50,000 مشترك بإذن الله. فانا طالعة مني جوائز للمتابعين، وهطلع 10 جوائز للمتابعين بإذن الله، منا نوصل 50,000 مشترك أخ وأخت بإذن الله. فأنا كنت عايز أتكلم طبعا، كان كلامنا اليوم طبعا عن مسلسل مصطفى شعبان جاي في دور صعيدي. طبعا أنا في ناس قالت لي يا ريت اللي أنت تطلع تتكلم عن يعني يعني الأدوار يعني، أو كلمتين من المشاهد اللي هيحصل في المسلسل. أنا أقول لك كلمتين اللي هيحصل طبعا في المسلسل ده، اللي انا عارفه متوقع يعني، اللي هو جاي دور صعيدي جامد جدا، وجاي هيبقى هو انا اللي انا يعني شايفه في المسلسل، اللي هو هيبقى فقير بعد كده. يعني معرفش، ممكن اللي هو هيلاقي مقبرة متروسة آثار من اللي انا شايفه يعني في الاعلان، وهيبقى غني جدا جدا، وهيبقى معاه فلل وحصنة زي ما انتوا شايفين. شفت اديكم انتوا الحصنة اللي كانت في المسلسل. فبصراحة مسلسل رائع، ويا ريت لو انت لو عجبك اللقاء اللي انا بتكلم فيه، يا ريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة. وبإذن الله بإذن الله كل واحد عايز منا اي حاجة يا ريت يكتب لي في الكومنتات. وبإذن الله هينزل فيديوهات باستمرار، وهتنزل زي ما قلت لكم تحديات جامدة في رمضان بإذن الله. كل يوم هينزل تحدي جديد لرمضان، وهتشوفوا أشكال جديدة بتطلع معايا في الفيديوهات بإذن الله. فبإذن الله عايزين كل واحد جديد معايا في القناة، يا ريت اللي انت تخش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة، ويا ريت تكتب لنا كومنت عشان طبعا انا اقدر اكمل معاك في اليوتيوب. وباذن الله باذن الله باذن الله زي ما انا قلت ان نوصل ل50,000 مشترك، 10 جوائز و10 متابعين هاخدهم طبعا من القناة. باذن الله هيكون ليهم الجوائز دول، طبعا هاخد ارقامهم، وباذن الله هتواصل معاهم وهسلمهم الجوائز. فطبعا يا ريت كل واحد هيشوف الفيديو ده يا ريت يكتب كومنت عشان بس اعرف مين ومين ومين اللي كتب كومنتات، واعرف ان نوصل ل50,000 مشترك باذن الله، اعرف مين اللي انا هتواصل معاه. فانا ما طالبش منك غير تشاهد الفيديو من اوله لاخره عشان تفهم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وده هيكون نهاية الفيديو، وبإذن الله تنتظرني في فيديو جامد جدا 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 بعد ده. معرفش بصراحة يعني هيكون ايه الفيديو، بس يا ريت تنتظرني في فيديو جامد جدا. وده هيكون نهاية الفيديو، وانتظرني بفيديو جديد. وكل سنة وانتم طيبين. والحلقة دي خصوصا عن مصطفى شعبان. وكل سنة وانتم طيبين. وده هيكون نهاية الفيديو، وانتظرني في فيديو جديد. سلام.